السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير. للاسف اتاخرنا كتير ان احنا نعلن عن التحدي ال 13. النهارده الخميس، المفروض احنا بنعلن عن التحدي يوم الاربع، ولكن صراحه تعبان من امبارح جدا، واسناني لحد دلوقتي لسه بتوجعني جدا، ولكن الالم بدا يخف شويه، فقلت اسجل الفيديو بتاع التحدي ال 13. دلوقتي لسه الساعه 1 وربع، مش عارف انزل فيديو امتى ان شاء الله. يعني نحاول ان الفيديو ده هيكون وان شوت، يعني نحاول ان احنا ننزله على طول من غير مونتاج او اي حاجه، بحيث ان احنا ما نتاخرش، بحيث ان احنا نبدا ونجهز وندخل التحدي. هو هيكون تحدي نوعا ما صغير، ولكن ان شاء الله يكون تأثيره كبير، وهيبقى خطوة لقدام لحاجة هنعملها برضو. تحدي معظم الناس طلبته، معظم الناس بتتكلم عنه. احمد ابو زيد وعلي محمد علي، ناس كتير جدا من الناس اللي بتتكلم في تطوير الذات والحاجات دي كلها، اتكلموا على الموضوع اللي احنا هناخد جزء منه النهارده. ناس كتير كانت طلبت مني موضوع الجورنالينج، او اللي احنا نكتب يومياتنا وهكذا، ولكن احنا هنبدأ بخطوة استباقية صغيرة الاول، الا وهي ان احنا التحدي ال 13 هيكون ان احنا هنكتب بس بعض الحاجات الاساسية اللي احنا هنشتغل عليها في يومنا. يعني حاجة زي تو دو ليست كده، بحيث ان احنا نبقى ماشيين منظمين في حياتنا في الفترات اللي جاية ان شاء الله. فهو ده التحدي بسيط جدا جدا، ان انت بالليل قبل بداية اليوم الجديد قبل ما تنام هتكتب الحاجات الأساسية اللي انت محتاج ان انت تعملها تاني يوم الصبح، بحيث ان انت تبقى مجهز الحاجة اللي انت هتشتغل عليها. كان في كتاب اللي هو بتاع فلتأكل ذاك الضفدع اولا، اللي هو كان بيتكلم ملخص الكتاب او ملخص القيمة الأساسية في الكتاب. هو فكرة ان انت بتشوف ايه الحاجات اللي المفروض انت تعملها في يومك، وتبدأ بالحاجة الأكبر او الحاجة الأعظم في يومك، بحيث ان انت يعني مش هتعمل حاجة أسوأ من كده في يومك يعني. وده هيكون احد الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها. انا الحمد لله يعني عندي الحته دي من فتره، هي فكره ان انا بكتب اليوميات وهكذا، مش اليوميات ان انا بكتب موضوع التودو ليست. لسه موضوع اليوميات هنبقى لما هنعلن عنه ان شاء الله، هنبقى هبقى ادخل فيه معاكم ان شاء الله. ولكن موضوع التودو ليست دي من الحاجات المهمه جدا، ان انت معاك مثلا، انا يعني النوت زي دي كده، نوت بوك زي دي، او ان انت يبقى معاك حاجه على الموبايل، سواء يعني حاجه ديجيتال او حاجه ورقيه، او حتى لو ورقه صغيره بتكون قدامك، بحيث ان انت تكتب الحاجات اللي انت عايز تعملها. خلصت حاجه بتقوم راح معلم الحاجات دي، بيكون لها تاثير ايجابي جدا على انجازك في اليوم، وبيدي لك احساس ان انت لا انت بتاخد خطوات ايجابيه وهكذا. بالاضافه ان هو بيذكرك ببعض الحاجات اللي انت المفروض ان انت تعملها، ولو ما عملتهاش هتاثر على يومك او هتاثر على انتاجيتك في حاجات معينه، سواء مذاكره سواء حفظ او اشياء من هذا القبيل. فده هيكون التحدي بتاعنا، مش عايز اطول عليكم. ان شاء الله هيكون في التحدي بتاع الجورنالينج لسه هنعمله، هو محطوط في الخطه، ولكن هنبقى نعمله ان شاء الله، ولكن مش دلوقتي. هناخد الاول الخطوه الصغيره دي، بحيث ان احنا نشوف هل عندنا الامكانيه ان احنا نعمل ده. وعلى الاقل على الاقل هيكون ان انت تلتزم بكتابه 5 نقط اللي انت المفروض تعملها في اليوم. ورقه هتكتب فيها 5 حاجات انت عايز تعملها في اليوم، واحنا معانا 7 ايام، يبقى كده بنتكلم في كام؟ 45، 35 حاجه. 35 حاجة هنعملها. المفروض ان كل يوم هتكتب مثلا تاريخ النهاردة، او هتكتب تاريخ اليوم اللي انت هتبدأ فيه، لان انت هتبقى كاتبها من الليلة بتاعتها، وهتبقى كاتب ال5 حاجات اللي انت محتاج ان انت تعملها، وتقيس نفسك وتقيس مدى انجازك للحاجات دي، عشان تشوف انت بتحقق الحاجات اللي انت بتبقى ملزم ان انت تعملها ولا لا. اتمنى ان احنا نلتزم بالتحدي، اتمنى ان انتوا تشجعوا اصحابكم ان انتوا تعملوا كده، واتمنى ان انتوا برضو من ضمن التحديات ان انت تنشر البرودكاست، تنشر الفيديو ده ل5 من اصحابك، بحيث ان احنا نشجع ان احنا يعني ناخد خطوات ايجابيه في الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها. الواحد بيحاول في البرودكاست ان هو يعني نساعد ونفيد بعض وهكذا. انا بتعلم معاكم تحديات، في تحديات انا ببداها معاكم وبعملها معاكم، في تحديات بتاثر فيها بدفع الغرامه اللي احنا قلنا عليها، اشياء من هذا القبيل يعني. فعايز الموضوع يبقى يعني جو لطيف كده معاكم، انا معاكم واصحابكم وهكذا، بحيث ان الدنيا تكون كويسه، ونشجع بعض ان احنا ناخد خطوات ايجابيه. زي ما قلنا، فكره التحديات هي كانت ان احنا ناخد خطوات صغيره نحو حاجات كبيره، بحيث ان احنا في خلال ان احنا بدانا في شهر 9، من شهر 9 لشهر 12، ان احنا ناخد خطوات ايجابيه وخطوات كويسه في حياتنا، بحيث ان انت يعني تبقى حاسس ان في تغيير حصل. لان احنا مثلا كل سنه بنقول هنعمل حاجه هنعمل حاجه هنعمل حاجه، طب انت ما عملتش حاجه، فخلاص يبقى زي ما قلنا في الحديث النبوي الشريف، هو يعتبر هو احد اهم معايير التحديات بتاعتنا، خير الاعمال ادومها وان قل. فهو ده اللي كان الهدف الرئيسي من التحديات. وهنبدا ب5 نقط هنعملها في يومنا، فحاول بقدر الامكان ان انت تلتزم بالتحدي.
واتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل شير للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت لسه ما اشتركتش في القناه. ولو حابب تقترح اي حاجه من تحديات جديده او اي حاجه، ما تنساش تسيبها لنا في التعليقات. ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه وتحديات جايه، والسلام عليكم.